أنا شخصيا لا أعترف أبدا بمقولة كل واحد يمثل نفسه. أنا أرى واحد اسمه جزائري ويتكلم باسم الجزائر ويحمل علم الجزائر وجنسية الجزائر، هذا الإنسان يمثلني، لذلك واجب علي عدم السكوت. فأنا ما يحيرني لماذا الزيطوطي، لماذا الكائن الزيطوطي يكون جالس في أمان الله ويقوم ويعمل مشكل مجاني مع دولة بعيدة عنه، ولا أذته ولا أتاه منها أي أذى ولا أي سوء، وهكذا بدون هدف مجانا، وتراه متعصب وتحسه سينفجر ويتبنى مليون قضية ومكلف نفسه. مالك صديقي؟ روح احكي. سلول، تذكر كلمة آل سلول، لأني أنا لا أعترف أصلا بآل سعود والسعودية، أعترف أنا بأرض الحجاز وأبناء الحجاز. أبناء الحجاز، لا يوجد لي شيء اسمه السعودية. الدولة الوحيدة في العالم التي شعبها ينتسب إلى عائلة، الدولة الوحيدة في العالم الشعب ينتسب إلى عائلة. تخيل أنت. بداية آل سلول قبيلة عربية ومن أشراف العرب ومنهم صحابة وتابعون، وأنا شخصيا يشرفني أن أكون من هذه القبيلة. وين المشكلة يعني؟ أنت عمرك ما سمعت دولة باسم شخص يعني، ولا مرة سمعت بالدولة العثمانية ولا الدولة الأموية ولا الدولة العباسية؟ طيب لم تمر عليك هذه القائمة ولا مرة في حياتك؟ ثم ما دخلك يعني؟ يسمي بلده باسم ضفدع، أنت مالك؟ وما دمت لا تعترف بالسعودية خلاص السعوديين خسروا ربع اقتصادهم. أيضا لا تعترف إلا بأرض الحجاز، يعني نجد لا تعترف بها. كثر خيرك والله أنك تركت لهم بقعة يعيشون فيه، ثم تترك حساب وهمي ليهودي مغربي يستغلك، لكنك غبي وتعيش غبي وستموت غبي. حتى السفير السعودي من داخل الجزائر حذر من هذه الحسابات. باختصار أنتم لو كنتم تحكمون الجزائر لقطعنا كل العالم بهذه العقلية الستالينية. شوف صديقي الديناصور اللي متشنج بدون هدف، أيها المعقد الذي لا يرتاح إلا عندما يرى الناس مقسمة. يرى السودان يقول والله يا أخوتنا، اليمن والله يا أخواننا شجعان، يرى أبراج ورفاهية يموت كمدا. شوف فيلم رعب. حين أدافع أنا عن السعودية أو أي بلد مسلم هو قبل كل شيء لأنه مسلم، ثم ثانيا دفاعا عن ذلك البلد، وأيضا دفاعا عن بلدي التي يسيء لها ديناصور مثلك. وإذا كنت تسمي هذا تطبيل فأنا الآن سوف أريك التطبيل على أصوله. آل سعود بنوا 3 دول، كل دولة أكبر من الأخرى، وأنتم دولة واحدة لم تحافظوا عليها، لولا فضل الله ثم الرجال لأحرقتموها. آل سعود لو يرفعوا في إنتاج النفط تصبح قدرتك الشرائية تنهث. آل سعود في قمة 20 واقتصادهم في التريليون. آل سعود لو تتوه مثل العبيط في الحج يرجعوك لأهلك. لو لم يكن آل سعود لكانت مكة قرمطية أو بعثية أو حوثية. آل سعود الذين طبعوا المصحف الموجود في بيتي. آل سعود هم من يطبعون لك كتب الفقه والطهارة. في فترة الاستعمار رفع علمك آل سعود. في العشرية السوداء ساعدك آل سعود. السعودي الذي تسيء لحكامها ودولته بكبرها وبمقامها وتنفي وجودها من الدنيا هو ما كان يجمع لك التبرعات. افهم أن السعودي أخوك، هذا أخ سعودي، أخو سعودي يعني عربي مسلم. ولا أحد يقول لي هو يقصد فقط الحكام. أولا السعودي مع حكامه، ثانيا أنت عندما تسيء للحاكم أنت تسيء للسعودي. فهمها هذه. السعودي ليس اشتراكي، السعودي ليس إخوانيا، السعودي ليس بعقلية شيوعية. الشيء المؤلم أن الجزائر عظيمة، شعب بطل بمعنى الكلمة. كيف يتصدر فيه أمثالكم؟ كيف تكون الجزائر بن باتيس يتصدر فيها واحد زيطوطي مريض ويجلس يمثلني على مواقع التواصل؟ خلاص عرفت من هم آل سعود؟ عجبك التطبيل الآن. شلة من المرضى المعقدين المشوهين فكريا وأخلاقيا وعقائديا. وكل مشكلتك مع السعودية ومع الخليج عموما هو لماذا السعودي ليس مقسم ولاجئ فقط. وأنا الآن لا أدافع عن بريطانيا أو ألمانيا، أنا أدافع عن السعودية وخذوها مني باختصار شديد ومن الآخر. أنا لا تكلمني عن السعودية عندي ليست فقط خط أحمر، جدار عازل وأسلاك شائكة والغام ودفاع جوي. طير.